وسندوتش الايس كريم ده حاجه حلوه وتنفع لعيد ميلاد، وتنفع تقدميه بقى لو ضيوف جايين لك في الصيف. ده حاجه ما شاء الله. يلا بينا نشوف عملنا الايس كريم الحلو ده ازاي. ايس كريم المانجا والفراوله وكمان اللي بالبسكوت ده حاجه تشرف في اي عزومه. يلا بينا نشوف الوصفه الحلوه بتاعتنا هنعملها ازاي. ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل ايس كريم حلو قوي. هنعمل ساندوتش الايس كريم، وهنعمل ايس كريم بجد بجد طعمها حلو قوي هيعجبكم. اول حاجة لتحضير الايس كريم عشان ما اطولش عليكم، عندي جيلي مانجا وجيلي فراولة. اول حاجة كده بفضي واحد من كيس من الكياس بتاعت الجيلي في جوه كده. اللي هضرب فيها يكون احسن، اللي هدخلها على طول الفريزر. واحده من الفراوله وواحده من المانجا. طبعا الطعم اللي يعجبكم. عايزين تغيروا الاطعمه بالطعم اللي يريحكم زي ما انتوا عايزين. هنا كيس مانجا وهنا كيس فراوله. هنشوف هنحط عليهم ايه بالظبط. هنحط على كل هنحط هنا، خلينا هنا مثلا في الفراوله الاول عشان ما تتلخبطوش. هحط معلقتين كبار من اللبن البودر على الفراوله، وكمان معلقتين سكر كبار. هنزل كمان هنا على المانجا بمعلقتين من الحليب البودر، وعليهم كمان معلقتين كبار من السكر. على كل طعم بكوبايتين لبن بيغلوا. كل طعم بقى بنحط عليه كوبايتين لبن مغليين ونقلبه بقى، ندوبه كويس قوي. طيب قلبنا واللون مش حلو قوي، نقدر نعزز اللون. هقول لكم بايه دلوقتي. عندي لون طعام، لون احمر طعام. هنحط على بس خدوا بالكم اللون ده بيبقى يعني نقطه بسيطه قوي وتقلبي عشان اللون ما يتقلش منكم. يعني نقطه واحده كده اهو، وهتقلبي هتشوفي النقطه دي ممكن تفرق معاكي في اللون خالص. بصوا اللون فرق ازاي. فكفايه قوي نقطه واحده عشان الموضوع ما يبقاش يعني شكله مش حلو قوي. وهننزل كمان على المانجا بلون اصفر بسيط، نقطة واحدة برضو من الأصفر، ونقلب ونشوف اللون ما بقاش معانا كويس. تقدري بقى تقلي براحتك. أنا شايفة كده إن بصراحة اللونين حلوين قوي قوي أهو. دوبنا كده اللهم صل على النبي الجيلي مع اللبن البودر ومع الحليب. هنحطهم بقى في التلاجة لحد ما يسقعوا، يعني تقريبا بتاع نص ساعة كده لحد ما يبردوا تماما. ما سيبته في الفريزر نص ساعة، هنزل بيه في طبق واسع اكتر شوية كده عشان نعرف نضربه كويس قوي. وهنجيب يا ظرف كريم شانتيه يا اما نص كوباية لو عندك الكريم شانتيه سايب. هنزل بنص كوباية كريم شانتيه او الظرف بالشكل ده كده. هنقلب بس شوية عشان ما يطرش علينا، وبالمضرب بقى هنضرب الكلام ده كويس قوي كويس قوي لحد الكريم شانتيه يتخلط كويس ويعمل كده. بصوا بقى ما شاء الله بعد ما ضربنا الايس كريم بتاعنا، انا اللون فاتح الحقيقه، فعايزه يعني احط له نقطه لون كمان. طبعا اللون ده حسب الرغبه براحتكم انتوا، بس انا هنزل بنقطه واحده كده من اللون الاحمر وهخلطها كويس قوي. بعد ما ضربناه طبعا هو لونه في التليفون فاتح، لكن في الحقيقه لونه حلو قوي، يعني لونه حلو لون الايس كريم. طبعا الخليط بتاعنا متماسك ما شاء الله. بصوا عايزه اوريكم يعني قد ايه متماسك. تعالوا بقى نعمل الساندوتش الاول. عندي القالب اللي هعمل فيه الساندوتش بتاع الايس كريم. طبعا احنا ممكن نعمله في صينيه اللي هي الشيز كيك، وممكن نعمله في اي حاجه انتوا عايزينها. ممكن نعملها تورتايه ايس كريم. هنرص بقى البسكوت بتاعنا. طبعا هو البسكوت ده صغير كده شويه، هو المفروض ببسكوت حجمه اكبر من كده، بس الحقيقه انا ما لقيتش في السوبر ماركت اللي جنبنا بسكوت حجمه اكبر من كده. بس انتوا لو لقيتوا بقى البسكوت اكبر هيكون احسن يعني. هرص بقى البسكوت بتاعي بالشكل ده كده في القالب. رصيت الايس كريم بالشكل ده وسبت فراغات كده عشان لما اجي اقسم الايس كريم بتاعي. واحط الطبقه مش كبيره قوي. وطبعا خدوا بالكم وانتوا بتفردوا لان البسكوت ممكن يتلم معاكم، فخدوا بالكم وانتوا بتفردوا الطبقه الاولى دي على الاقل. لقيت صعوبه الحقيقه في ان انا افرد الايس كريم على البسكوت، كان بيتحرك جامد. فشلت البسكوت وهحطه بقى من فوق كده، ولما يتماسك الطبقه الاولى هقلبه واحط الطبقه الثانيه.
احط بس الاول البسكوت بتاعي اوزعه كويس قوي كده واسيب فراغات عشان خاطر لما اجي اقسم البسكوته بتاعتي. رصينا بقى الايس كريم بالشكل، البسكوت على ايس كريم بالشكل ده، وهندخله الفريزر لحد ما يتماسك تماما. وده بقيه الايس كريم بتاعنا هنحطه بقى في الفريزر عشان نعمل بيه بولات حلوه. الكريم بتاعنا في التلاجة يجمد، وهنعمل كمان اللي بالمانجا هننزل عليه بظرف من الكريم شانتيه او نص كوبايه زي ما اتفقنا. هنقلب بقى كويس الاول كده علشان ايه ما يطرش واحنا بنضرب بالمضرب بالشكل ده كده. طبعا ده الجيلي واللبن البودر اللي كنا عاملينه مع بعض هنضربه بقى كويس. وطبعا لو اللون خفيف هنحط له نقطه لون نغمقه شويه. خلاص كده ضربنا اللي بالمانجا كمان الايس كريم. بصوا قوامه عامل ازاي، بصوا ما شاء الله عامل ازاي. خلاص كده هنجيب بقى اللي حطيناه في الفريزر نقلبه بقى على الناحيه التانيه، يعني نخلي البسكوت تحت والايس كريم فوق علشان نحط الطبقه التانيه. الايس كريم بتاعنا يعني بصوا انا عايزاكم بس تشوفوا الطبقه من تحت اهي، قلبناها بقى خلينا البسكوت تحت بالشكل ده، قلبتها على كيس عشان تبقى سهل واحنا بنخرجها بعد ما نحط الطبقه الثانيه. طبعا الطبقه دي دخلتها في الفريزر تماسكت، هي مش متمسكتش 100%. هننزل عليها بقى بطبقه الايس كريم اللي هي بالمانجا كمان، هنحط طبقه معقوله كده ونفردها كويس قوي. بقى الايس كريم بتاع المانجا عايزين السرعه، طبعا هنحط البسكوته على يبقى وشها فوق، يعني هي بيبقى لها وش وظهر كده، نخلي الوش من فوق بالشكل ده كده. وهنرص برده نفس الرصه اللي رصناها قبل كده. الحته دي بروح قاسمه بقى البسكوته واحطها فيها، يعني هحاول بس كده الطاجن، يا ريت تجيبوا الطاجن يبقى عادل شويه علشان ما يعملش حتت زي اللي عندي في الطاجن بتاعي ده كده. ونثبت البسكوته كويس عشان لما نقلب ما تقعش البسكوته من على الايس كريم، يعني تحطيها كده وتضغطي عليها شويه بالشكل ده كده. رصينا بقى البسكوت بالشكل ده كده، هندخله بقى الفريزر لحد ما يتماسك تماما. البسكوت عايزه اوريكم بس قوام الايس كريم حتى قبل ما يتجمد، يعني ده لسه ما دخلش الفريزر. بصوا قوامه ما شاء الله عامل ازاي، احلى واطعم من الايس كريم، من افخم نوع ايس كريم ممكن تجيبيه من السوبر ماركت. هنجيب له بقى بسكوت او علب اللي هو الكوبايات الصغيره ديت، ونعبيه بقى ونقضي يوم ايس كريم كله في الحر ده. الفريزر بصوا جامد خالص. خلاص اهو هناخده بقى كده علشان نفصلهم عن بعض. طبعا هو من ناحيتين زي بعض، بس تاخدي بقى من هنا او من هنا عادي خالص، يعني الناحيه اللي تعجبك مش هتفرق يعني. بسم الله بقى كده، ونروح مقطعين من عند حز البسكوته بالشكل ده كده. وهقسم بقى المربعات كده بالشكل ده كده. عايزه بس اوريكم شكل ما شاء الله البسكوته عامله ازاي، والايس كريم حاجه كده، ولا طعمه وريحته تحفه. ريحه الفراوله والمانجا باينه قوي فيه. نقسمها بقى بالشكل ده كده. ممكن تحطيها بقى في علبه في الفريزر، تقديم بقى لاي حد، حتى لو جالك ضيف، حاجه ما شاء الله حاجه مشرفه كده تفتح النفس. هقطعهم بقى كلهم، وهجيب لكم كمان الايس كريم اللي في الفريزر علشان نشوف هنعمل منه بولات ازاي. هناخد بقى من العبوات دي كمان كده. بصوا ما شاء الله على ملمسه حاجه كده احلى كمان من الايس كريم اللي بتجيبيه من بره. ناخد كمان بوله كده. بصوا ما شاء الله شكله عامل ازاي، تحفه تحفه. ايس كريم يعني دسم، حاجه يعني احلى انواع الايس كريم اللي هتجيبيها من اي سوبر ماركت، ده احلى منه بكتير. حاجه بيتي ودسمه جدا ما شاء الله، وطعمه حلو قوي قوي قوي. تعالوا بقى نشوف الايس كريم بتاعنا التحفه. حاجه كده بسم الله ما شاء الله تفتح النفس، حاجه حلوه جدا جدا جدا. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. وكمان عايزه اوريكم البسكوت الشيك قوي، الايس كريم الساندوتش الايس كريم ده حاجه حلوه، وكمان تقدري تعمليه في اي عزومه او عيد ميلاد، حاجه ما شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك. شكرا ليكم، سلام عليكم.